المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بألف خير. بحلول عيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك. إحياء ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. تنظيم برنامج فني بمناسبة 20 من يونيو. تبادل السجناء بين السويد وإيران بوساطة عمانية. الصين تحث تركيا على إلقاء الرسوم الإضافية المفروضة على المركبات الصينية. تسرب نفطي يغلق شواطئ الجزيرة السياحية في سنغافورة. المشاهدون الأكارم، من عناوين الأخبار إلى تفاصيل النشرة. احتفلت البلاد اليوم 10 من ذي الحجة 16 من يونيو بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات. وقد أدى جموع المسلمين صلاة العيد في أسمر في ساحة الفاتح من سبتمبر، حيث أما صلاة العيد مفتي الديار الإريتريا مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار بحضور وزراء وكبار مسؤولين في الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين. وقال إن هذا اليوم هو يوم العطف على المساكين والتواصل والتلاقي والتوسيع على الفقراء والأهل والجيران. وذكر بأن حجاج إريتريا يشاركون هذه السنة في أعضاء فريضة الحج بعد غياب دام ل4 سنوات بسبب تداعيات جائحة كورونا، مشيدا بتعاون أجهزة الدولة لإنجاح ذلك. وقدم مفتي الديار الإريترية سماحة مولانا الشيخ سالم المختار التهنئة إلى الشعب الإريتري في الداخل والخارج وأفراد قوات الدفاع صمام الأمام ورمز العز والفخر. وعرب المصلون بعد التحايا والتسامح عن أمنياتهم الطيبة لوطنهم وشعبهم. تم الاحتفال بالذكرى 61 لتأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في فندق أسمر بالاس يوم 14 من يونيو بحضور كبار المسؤولين في الحكومة والجبهة والسفراء والدبلوماسيين وممثلين وكالات الأمم المتحدة في إريتريا وضيوف آخرين. وأشار وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح في كلمته في المناسبة إلى الأهمية التاريخية لهذا اليوم الذي يصادف مرور 60 عاما على تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية و20 عاما على التحول إلى الاتحاد الإفريقي، موضحا في الوقت الذي ينتهي فيه النظام العالمي الأحادي فقد آن أوان ضمان قارة إفريقيا مكانها الصحيح في هذا الوقت الانتقالي. وقال الوزير عثمان صالح أن المشاكل الأفريقية تحل فقط بالأفارقة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأفريقي لا يسير بالوتيرة المطلوبة ولأن اعتماده على التمويل الأجنبي يجعله عرضة للتدخلات. وأوضح أن الحكومة الإريترية تؤمن إيمانا راسخا أن تأمين إفريقيا القوية مقعدها في مجلس الأمن يمكنها من القيام بدورها المنوط في خلق عالم أفضل. وقال سفير جمهورية جنوب أفريقيا السيد كومشا في كلمته في الحفل المنظم بتعاون وزارة الشؤون الخارجية وسفارات الدول الإفريقية في إريتريا أن أفريقيا التي تعمل في مواجهة تحديات الفقر وعدم المساواة وتغير المناخ وعدم الاستقرار السياسي يمكنها بناء أفريقيا مزدهرة، وذلك بالعمل المشترك واغتنام فرص التقنية الحديثة والطاقة المتجددة وتمكين الشباب وعملنا معا. تأسست منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963 وتحولت إلى الاتحاد الإفريقي في عام 2002. تم الاحتفال بال14 من يونيو باليوم العالمي للتبرع بالدم للمرة 20 على مستوى البلاد. وقال المدير الطبي لبنك الدم الوطني في إريتريا الدكتور يوهانس تخستن
إن الأهداف الرئيسية لهذا اليوم تتمثل في تقديم شكر للمتبرعين بالدم وتعزيز أنشطة التوعية بزيادة مساهمة الشباب وزيادة الوعي العام حول الفوائد والأهمية للتبرع المنتظم والتوعية بالدم وعكس أنشطة بنك الدم الوطني. وأضاف الدكتور يوحنس أنه تم إنجاز العمل لضمان إمدادات الدم ومنتجات الدم الآمنة والفعالة والكافية، مشيرا إلى أن التبرع الطوعي بالدم الذي كان يغطي 63% ارتفع إلى 100%. وأوضحت رئيسة الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم السيدة ألم برهم أن الجمعية تعمل جاهدة لإنجاح العمل التي تقوم به الحكومة لتوظيف الموارد وخلق بيئة ملائمة لرفع كمية بالدم المتبرع به من الطوعيين. وتم في المناسبة التي شهدت فعاليات فنية توزيع الشهادات على الفائزين في مسابقة المعلومات العامة والمساهمين لتنظيم البرنامج. اختتمت يوم أمس 15 من يونيو الدورة التدريبية التي نظمتها وزارة الأراضي والمياه والبيئة بالتعاون مع المركز الإقليمي للتنبؤات المناخية وتنفيذها التابع لمنظمة الإيجاد حول دور تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية في الحفاظ على الأمن البيئي المستدام. شارك في التدريب الذي بدأ في 11 من يونيو 35 مهريا من وزارة الأراضي والمياه والبيئة ووزارة الزراعة ووزارة الثروة البحرية ووزارة النقل والاتصالات ووزارة الحكومات المحلية الإقليمية وسلطة الغابات والحياة البرية وكلية حمل الزراعية. شمل التدريب نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها واستخدام أساليب نظم المعلومات الجغرافية المختلفة والرصد الأرضي ورسم خرائط نظم المعلومات الجغرافية ووضع برمجيات المحطات البيئية وبرامج الوكالة العالمية لحماية البيئة وأفريقيا وتحليل المعزز بالتكنولوجيا للبيئة وأهميتها وكذلك حالة الجفاف وشدته وطرق تحليله. وذكر وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي جبر السلاسي في كلمته الختامية المتدربين ذكرهم بتطبيق المعرفة والخبرة التي اكتسبوها والعمل المضاعف لإحداث التغيير النوعي، داعيا للتركيز لتنمية القدرات البشرية عامة والشباب خاصة. وقال الدكتور دانييل وايسوا من جامعة ماكريري في أوغندا إن التدريب سيساهم في الحفاظ على البيئة بشكل متكامل. وقال مسؤول فرع المعلومات والبيئة والتوعية في وزارة الأراضي والمياه والبيئة السيدة أمان صالح إن التدريب المعزز بالتكنولوجيا كان ناجحا وحث المتدربين على تبادل تجاربهم مع زملائهم. نظم في سينما روما يوم 15 من يونيو برنامج فني بعنوان الفنون للشهداء، وذلك بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. هدف برنامج المجد المنظم بتعاون مفوضية الثقافة والرياضة وقدماء الفنانون والجدد إحياء ذكرى الشهداء وتجديد العهد لتنفيذ أمانتهم. تخلل البرنامج فعاليات فنية وثقافية تعكس بطولات الشهداء. بدأ تنظيم هذا البرنامج من عام 2018 ونظم مرتان في حديقة الشهداء و4 مرات في مستشفى أروتا. توفيت في 13 من يونيو المدير العام لقسم الخزانة في وزارة المالية والتنمية الوطنية السيدة مارتا والدقرقيس تدلى جراء مرض انفجائي عن عمر يناهز 63 عاما. عملت السيدة مارتا بعد الاستقلال مسؤولة فرع الإقرار وجمع الضرائب في مكتب الضرائب الداخلية حتى عام 1996 ومسؤولة فرع الدين الحكومي والاستثمار في قسم الخزينة حتى عام 2002 ومسؤولة قسم الخزينة في وزارة المالية والتنمية الوطنية حتى يوم وفاتها. السيدة مارتا والدقرقيس متزوجة وأم لابنين، وقد ورع جثمانها الثرى اليوم 16 من يونيو في عدنقفوم في مديرية سجنيتي. وتعرب وزارة المالية والتنمية الوطنية عن حزنها لوفاة المدير العام لقسم الخزينة السيدة مارتا والدقرقيس وتقدم تعازيها لأسرتها وزملائها.
مشاهدينا الأكارم، نختم نشرتنا المسائية لهذا اليوم بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. البلاد تحتفل بعيد الأضحى المبارك. إحياء ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية. تنظيم برنامج فني بمناسبة 20 من يونيو. تبادل سجناء بين السويد وإيران بوساطة عمانية. الصين تحث تركيا على إلغاء الرسومات الإضافية المفروضة على المركبات الصينية. تسرب نفطي يغلق شواطئ جزيرة سياحية في سنغافورة. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء، ومرة أخرى كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. دمتم في أمان الله.